غير قبل دنيا راجل منكم تيقول لكم بان دنيا ما تدخلش في الحبس. سجلوا ديما تنقول لكم سجلوا هذه وخليوها. ودنايما واحد النموذج اللي كيفاش البوز كيخلي بنادم يضحك على راسو قبل ما يضحك على الناس. 4 سنين 5 سنين 6 سنين شكون اللي يحاسب؟ هو عايشنا في واحد الفيلم ديال انا المحامي ديال دنيا باطا، كيدير لك فيها الحارس الشخصي المراقب الرسمي الناطق باسم الدفاع الشعبي عليها، وكيهضر لك بشي تفلسيف، كيركب لك شي نظريات بحال الا عنده مفاتيح المحاكم الجي، وكيبان الناس واحد الوهم على اساس على هو اللي واقف ما بين دنيا والحبس، وهو اللي كيطيح الدعاوي وكيطلع الاحكام، مع ان التاريخ بسيط. السيده مشات الحبس وهو بقى غير في اللايفات كيتهادر. ولا دنيا زيرت على الترماحه، اذا ماشي هي تزير على التلاوه وتعرض لنا العضلات والشهاده اللي جبت في الفلسفه الترمونيه. فاش تبلوكا تقلب سيناريو كامل الليل والنهار. نفس هذاك بنادم اللي كان كيسب اي واحد يشم الريحه ديال دنيا باطمه بالغلط ويقول عليهم حاقدين اعداء النجاح، يشد لك اللايفات بالساعه باش يبكي الناس قدام الكاميرا ويبين انه المخلص لها. دابا ولا كيخرج يصنع اي عذر باش يبدا يغرمط فيها، وكيصور راسو ضحيه طيبوبه زائده بحال اللي كان مالك كيدافع عليها وباغيه سميتو باغي تحرقو. بدا كيعترف بنص الحقيقه ولكن بطريقه معكوسه. كنت مكلخ، كنت نيه، كنت مظلوم. هو في الاصل ما كان لا مظلوم لا والو، كان عارف مزيان ان كل ما شد سميه دنيا باطمه في العنوان يطيح عليه التفاعل والفلوس ديال الادسنس، فبنى حياته الرقميه كامله على كتافه وعلى العواطف ديال الناس اللي حاولوا يتيقوا هذاك الشيء اللي كان كيجي به. تتكلم لها على قزي بتاعها، شوفي دير فيديو كيعبر على الكبت، فيديو كيعبر على الذكوريه، باش بلا ما نخصص في خنونتي عليكم ونبدا نتخمصص عليكم بحال ولد فاتي بعينا لولد نعيمه. رجعوا لولد نعيم دابا كيفاش كيحاول يبقى في الصوره بلا ما تفضح على انه غير كيطرف في البوز، يعاود لك التدوير ديال نفس الفيلم بطريقه جديده، بدا يطفي هذيك الشعله ديال الدفاع وبدا يشعل لك الشعله ديال انا خلصت الثمن. كيهضر بحال شي عاشق مخدوع، انا اللي عذبني حبيبي، وبدا يعاود الناس كيفاش ضحى بوقته وصحته وعصابه عليها. يبدا يزرق بينهم واحد الفكره ديال السبب في تخفيف الحكم وفي حمايه صورتها، بحال الا القاضي كيتفرج في اللايف ديالو كيتسنى الراي ديالو. كل لايف عنده عباره على جلسه ديال العلاج النفسي، شويه دموع، شويه حكايات من نسج ديال الخيال ديالو، كيف ما كيحاول في الهضره ديالو باغي بنادم يتخيل معاه، وشويه ديال طوي وهوي في ناس دايرهم هما اعداء غير مرئيين بالنسبه لي انايا. كتبقى فكره تساطح الفكره مع الفكره، وشويه ديال سمحوا لي غير باغي ندير الخير. الله اعلم. دير هذيك البونش ترمى اصطناعيه مثاليه قبها. الحقيقه اللي كيبان لي هاربه عليه هو انه عاش 4 سنين 5 سنين 6 سنين. شكون اللي باقي يحاسب في واحد الحب من طرف واحد مع البوز ديال دنيا، ماشي معاها هي؟ هو ما كانش كيدافع عليها، هو كان كيدافع على المكانه الوهميه اللي صنعها لراسو وسط الجمهور ديال الناس اللي كيحسوا بالظلم وكيقلبوا على واحد البطال يهضر في بلاصتو. لعب دور البطل حتى تشبع، ومن يتسد عليه الباب بالبلوك ولا كيقلب على الدور ديال الضحيه. اليوم كيحاول يقنع الناس انه هو اللي ضرر اكثر من اي واحد، وانه كان في وسط النار ديال الصراعات، مع ان اقصى حاجه دارت ليه هي انه دابا ما يقدرش يشوف ستوريات ديالها بالكونت ديالو من بعد ما بلوكاتو في الانستغرام. خصو ضروري دابا جلابه. انسانه طالعه تغني اللي تورينا الصوت ملصقه ترمى، علاش؟ حيت كيقولوا ليها عندك ديال بونش، فهما عاقوا ليها بالقلب. زيد على مسكين حالته اللي ما عرفتش واش يرثى لها ولا لا يرثى لها، هو مزلو وحده من 3. كيطلع اللايفات ديالو غير من بشنو كان قبل من البلوك، كل مره كيبدا يعاود نفس القصه مسكين بنسخه مختلفه، كل مره شاد ومهد مع واحد الناس اللي عزيز عليهم دنيا باطمه، عزيز عليهم واحد البودكاستر اخرى سميتها ناديه اليعقوبي. مره كيقول لك هو اللي كان كيهدن في العائله، كل مره كيبدا يبدل في مخاوره ومداوره حتى كيخرج لنا هو اللي كان كيحمي الصوره ديالها عند الجمهور. هاد الكاسيطه هذه ما كتساليش، ولكن هو ما عمره ما غادي يتسالى حتى هو، حيت عارف ان الدمعه اي تهنيده اي جمله فيها كنت باغي غير الخير كتجيب ليه شويه ديال التعاطف وشويه ديال التفاعل وشويه ديال المدخول. ومن يلقى شويه ديال شي واحد يبدا يقول له سي محمد
كنتي راجل وقفتي معاها كيرجع كيتنفخ ويبدا يحس براسو بطل ديال شي تراجيديا مغربيه. فيديو كيعبر على ان المراه اوبجي سيكسويل، فيديو كيعبر على ان المراه فقط واحد الشيء، جسم، ما ماشي انسان، ماشي والو، واحد الحاجه تستعملها وكتلوحها. علاش قلت لها الاخرين الجواري اللي جالسين كيلايكيو وعجبهم الحال؟ راه لو كنت فيك النفس وعندك اخلاق وانسان بعقلك، ولو تختلف مع دنيا باطنه تقول لي حبس. ونعيم اليوم ما بقى لا مدافع لا محلل لا رجل مواقف ولا مشروع ديال قناه عايشه غير على المصيبه المعاد تدوين، نفس السميه نفس الكمامر نفس القصص، غير هو اللي كيبدل الكوان باش يبقى عايش. البارح راه كيرسمها لنا كمالات محاصر، اليوم باغي يرسمها لنا سبب الدمار النفسي ديالو، غدا يقدر يجي يبدا يقول لكم سمحوا لي راني كنت قاصح معاه. واحد الكرياتور اللي الهويه ديالو الهويه ديال بصح الهويه ديالو مبنيه على قصص على دنيا باطنه ولا الجمهور ديالها ولا الناس اللي عزيزه على الجمهور ديالها، ومني كي تحيدها من حياته الرقميه ما كيبقى عنده لا مشروع لا موضوع لا حتى شي حاجه. هذاك الشيء علاش كيحارب باش ما يتهمش، باش ما يتحيدش، وباش يبقى دائما شي جهه وسط الكاميرا، المهم شي انغو محصوره، ولو كضحيه على الورقه. ود نعيم ماشي ضحيه دفاعه على دنيا، هو ضحيه الطمع ديالو في البوز، وضحيه الوهم اللي باعوا الناس وباعوا حتى راسو. هو بغى يبين لراسو على انه الشخص مهم في القصه، ولكن في الحقيقه القصه عمرها ما كانت محتاجاه لا في البدايه لا في النهايه. الشعب كيشاهد المختار، الناس زوينه، الناس خير، الناس اللي بينو غير مح. الا لا